تبدأ حكايتنا بعالمين أجنبيين، واحد من المملكة المتحدة والتاني من أستراليا، وهما مارك ماثسون وميشيل هارفي. لما قدموا للعالم فكرة اكتشفت من قرن تقريبا في سنة 1915، لكن مع تأخر المجال الطبي وقتها حذروا العلماء منها جدا لحد بداية التسعينات، لما بدأ هارفي وماثسون يسلطوا الضوء عليها، وهي فكرة نظام الصيام المتقطع الغذائي. الصيام المتقطع هو نظام غذائي عبارة عن فترة الجسم بياخد احتياجه الكامل من الأكل أو احتياجه الكامل من السعرات الحرارية، واللي هي عند معظم الناس 2000 سعر حراري في اليوم. بمعنى إن احتياج الجسم الطبيعي في اليوم علشان الوزن يفضل ثابت هو 2000 سعر. والفترة التانية هي عبارة عن حرمان من الأكل خالص، أو الجسم بياخد فيها أقل من ربع احتياجه من الأكل. الفترتين ممكن نوزعهم على اليوم الواحد عن طريق إننا مثلا ناخد 18 ساعة صيام و6 أكل، وممكن برضو نوزعهم على الأسبوع زي مثلا 4 أيام صيام و3 أكل، وممكن كمان نقسمهم على يوم ويوم. نظام الصيام المتقطع بيأثر على نسبة الهرمونات في الجسم، زي مثلا إنه بيعلي تركيز هرمون الGH، وده هرمون النمو في الجسم، ومعروف عنه إنه بيساعد في حرق الدهون، فبالتالي الوزن بيقل. كمان الصيام المتقطع بيعلي نسبة هرمون الشبع اللي هو هرمون الليبتين على حساب هرمون الجوع الجريلين، وده بيدي إحساس أكتر بالشبع أثناء فترة النظام. طب يا ترى إزاي الصيام المتقطع بيقلل من كتلة الجسم؟ خلينا نقول إن الجسم أثناء فترة النظام بيمر ب3 مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة ما بعد الأكل، ودي بتبدأ من بعد الأكل على طول ولمدة 2 أو 4 ساعات. في المرحلة دي بيبقى مصدر الجسم للطاقة هو الجلوكوز اللي لسه واكله من الوجبة، ومع مرور الوقت بيبدأ الجلوكوز نسبته تقل في الدم لحد ما يخلص خالص. وهنا يدخل الجسم في المرحلة التانية وهي مرحلة بداية الصيام، ودي بتفضل مستمرة من 12 ساعة ولحد 18 ساعة تقريبا. وفي الفترة دي بيبقى مصدر الطاقة للجسم هي مادة مخزنة في الكبد عبارة عن اتحاد جزيئات كتيرة من سكر الجلوكوز. المادة دي اسمها الجلايكوجين. الجسم بياخد الجلايكوجين من الكبد ويحوله الجلوكوز ويستخدمه في طاقة الجسم، ومع مرور يوم ولا 2 مخزون الجلايكوجين بيخلص خالص من الكبد، وبكده يدخل الجسم في المرحلة الأخيرة واللي مش بيكون قدام الجسم فيها عشان يجيب طاقة للجسم غير إنه يحلل الدهون والبروتين اللي موجودين في الجسم، ودي مرحلة بنسميها بمرحلة المجاعة أو فيما يعرف بالستارفيشن. في مرحلة الستارفيشن بيكون الجسم بدأ يخاف على المخ من عدم وجود جلوكوز، لأن المخ مصدر طاقته الأساسي هو الجلوكوز، واللي من غيره المخ هيموت. وهنا الجسم مش بيلاقي مصدر طاقة غير الدهون والبروتين اللي هي العضلات، فبيبدأ يحرقهم علشان ياخد منهم الطاقة. وعشان نعرف هما هيتحرقوا ازاي لازم نعرف الأول هما بيتكونوا ازاي. أكل الإنسان الأساسي عبارة عن 3 أنواع: الكربوهيدرات زي السكر ونشويات زي الرز والمكرونة، والبروتين وده بيبقى مصدره الأساسي اللحوم والأسماك، والليبيدز أو الدهون اللي بتبقى موجودة في الزيت والسمنة أو دهن اللحمة ذات نفسه. أول لما بناكل أي نوع من ال3 أنواع دول الجسم بيبدأ يهضم ويحوله من جزيئات كبيرة صعب إنه يستخدمها لجزيئات صغيرة سهل على الجسم إنه يستخدمها، وده بيبقى عن طريق عمليات كيميائية معقدة في الجسم اسمها الكيمياء الحيوية أو البايوكيمستري. يعني مثلا الجسم بياخد النشويات اللي في الأكل زي الرز والمكرونة وبيحولهم لنوع من السكر البدائي وهو الجلوكوز، وبعدها يبدأ باستخدام الجلوكوز إنه يكفي السعرات الحرارية اللي الجسم بيحتاجها في اليوم، واللي زي ما قلنا إنها بتساوي حوالي 2000 عند معظم الناس. أثبتت الدراسات إن كل 1 جرام من الكربوهيدرات بيديني 4 سعرات، وكل 1 جرام من الدهون بيديني 9 سعرات. بس في حالة إننا زودنا شوية في الأكل وأكلنا أكتر من احتياجنا للسعرات الحرارية، فهنا بيبقى عندي جلوكوز كتير في الجسم. بيستخدم الجسم الكمية اللي هو عايزها عشان يسد احتياجه اليومي، والباقي بيخزنه في الكبد والعضلات وفي أجزاء الجسم المختلفة في صورة دهون زي منطقة أسفل البطن والفخذ. ويفضل الجسم طول ما هو بياخد أزيد من احتياجه من السعرات عمال يخزن دهون في دهون لحد لما بندخل في حالة الستارفيشن أو المجاعة.
فبيلجأ إنه يحرق الدهون اللي خزنها. لكن مع الأسف الجسم وهو بيحرق دهون بيحرق كمان شوية من العضلات، وأثبتت الدراسة إن بعد أسبوعين من دخول الجسم في حالة المجاعة بيفقد حوالي 5% من الكتلة العضلية بتاعته. وهي دي الفكرة اللي بيعتمد عليها الصيام المتقطع في حرق الدهون، إن الجسم بيفضل يدور على جلوكوز فمش بيلاقيه في الأكل، فيروح على طول يسحبه من دهون الجسم، فيحصل فقد في الكتلة الدهنية. وبتنصح الأطباء أثناء فترة النظام الغذائي بشرب مية كتير والنوم كويس، وكل يوم ساعة واحدة بس رياضة. الصيام المتقطع ليه فوائد كتير، زي إنه بيحسن الدورة الدموية وبيقلل الوزن، لكن برضه ليه أضرار زي الصداع والجفاف الجسم، وكمان ممكن يضر جدا ويؤدي للموت لو ما كانش تحت إشراف طبيب متخصص.